السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل وصباح الورد والجمال على جميع مشتركين قناتنا وعلى جميع محبي وغواء الحمام في جميع أنحاء العالم. إن شاء الله امبارح سألتونا سؤال، قلنا النهارده نطلع نرد عليكم عملي. السؤال هو ايه أفضل سن لتلبيس الدبل للزغلول؟ ان شاء الله ده زغلول عمر 12 يوم بالظبط، 11 او 12 يوم بالظبط. تمام. الزغلول ده ان شاء الله هنلبسه دلوقتي الدبل مع بعض. واحد مثلا، هو السؤال ده ما اتسالش بس انا بقى برد عليه برضو. ايه اهميه الدبل؟ انا قايل قبل كده في حلقه، هسيب لكم الرابط بتاعها تحت الحلقه ان شاء الله. في التفاصيل هسيب لك رابط الحلقه، خش واتفرج عليها، موريك طريقه تلبيسها وموريك ايه اهميتها وكده، ومتكلمين حول الموضوع دوت. تمام. فبامر الله ده زغلول هنلبسه دلوقتي قدام حضراتكم. الدبلتين ده زغلول قبل اخضر يا جماعه. تمام. من فضل ربنا علينا. ده زغلول هنلبسه دلوقتي الدبل مع حضراتكم. واحنا والله يعني لحد دلوقتي كده احنا لسه اهو في اول شهر 3، ربنا يجعله موسم خير ان شاء الله على الجميع. احنا لسه بنقول يا هادي، لسه ما فرخناش يعني. ان شاء الله كده على نص 4 الناس اللي طالبه مننا زغاليل، من اول 4 ان شاء الله هنبتدي ان احنا نقدر نطلع من انتاج الزغاليل بفضل الله. فزي ما انت شايف كده دول يا جماعه دبلتين. بسم الله الرحمن الرحيم. دي يا جماعه دبله. احنا قلنا اي فرد بيلبس دبلتين، دبلتي ودبله اخويا. دي دبله لو انت واخد بالك، حسام الشبح. تمام. يا ريت تكون واضحه معاكم. والدبله البيضه ديت يا جماعه دبله اهيك باسم ايوه تامر الشبح. ايوه تمام. يبقى كده يا جماعه الدبلتين اهمك زي ما وريتكم كده، زي ما وريت حضراتكم. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بس يبقى انت كده بفضل الله بنجيب الفرد كده زي ما قلت لكم قبل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بص حضرتك، بتجيب الثلاث صوابع دول كده والصباع الرابع دوت بتوديه ورا كده، يعني بالظبط كده اهو. يعني الصباع اللي ورا دوت بنخليه كده، الصباع الاخير دوت بتخليه ورا كده زي ما انت شايف. تمام. والثلاثه دول بنعدي فيهم الدبله، بيبقى بالظبط الشكل كده اهو. بص لو انت واخد بالك اهو، ادي الثلاث صوابع اللي قدام اهم. تمام. وادي الصباع الاخير اهو. وبنعدي الدبله كده بالراحه وبرفق. تمام. طيب في بقى حاجه ممكن تشد الصباع دوت كده بايديك بس بالراحه، بس انا ما بفضلش كده. انا افضل ان انت تجيب ريشه صغيره زي كده، ريشه حمام عاديه اهي. تمام. وتروح حطها كده اه. بص الريشه عدت عدت ورا الصباع، وهتروح بالراحه كده شادد الريشه. بص كده كده بفضل الله الصباع اهوك عدى. ادي كده الدبله اهي. تمام. بص بفضل الله بكل سهوله، يعني مفيش اي معاناه فيها ولا اي حاجه، بالعكس ده بتبقى فرحه ان انت بتلبس انتاج دبلك بفضل الله. وادي الدبله الثانيه اهي برضه بنفس الطريقه كده زي ما وريتك. تمام. الثلاث صوابع ده سن انا شايف ان هو سن مناسب جدا. بص 3 صوابع اهوك، وبنروح مدخلين الريشه هنا ورا. تمام. بس اوعى الزغلول يعني يملص منك ولا حاجه، يعني الزغلول لازم يبقى انت برضه متحكم فيه. تمام. ده يا جماعه بالراحه كده ونروح بس كده. ادي ما شاء الله ادي الدبله برضو اهيك. يبقى كده بفضل الله. انا بقى ان شاء الله الفيديو هسيبه لك تحت زي ما قلت كده في الرابط تحت. تمام. بفضل الله كده الزغلول كده لابس دبل خلاص ان شاء الله. هيكبروا من الدبلتين دول كده خلاص في رجله، مش هينفكوا تاني من رجله، لان كل ما بيكبر رجله بتكبر معاه وعصبه بيكبر، فلو جيت تشدها هي اصلا مش هتشد معاك. كده ان شاء الله نكون خلصنا حلقتنا. بندعوكم ان شاء الله الاشتراك في قناتنا
وتابعونا ان شاء الله في كل جديد، وبامر الله انتظرونا ان شاء الله من خلال اليومين الجايين دول هنفرجكم انتاجنا زي ما كنا بنعودينكم معانا في شهر، مش عفوا في شهر 10 و11 اللي فات كنا فرجناكم كذا فرجه للزغاليل. لسه بسم الله كده نبتدي نسكن حمامنا وبنبتدي ننقل الحمام دي، بس كده يعني ايه حاجات بسيطه، قلنا بس ننقل الحمام الشهبات الاول. فده انتاج الشهبات زي ما فرجتكم امبارح اهالي الخضر، والحمد لله والشكر لله. زي ما انت شايف كده نلبس الحمام دبل، يبقى الحمام قلنا في حلقات الدبل ايه اهميتها بقى، انت خش واتفرج عليها. نشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات تاني كتير. كان معكم اخوكم حسام الشبع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.